يطلع التأشيرة، فما قدرش ان هو يسافر، وسافر خالد بيه مرتجي طبعا اللي هو دايما واجهة النادي الاهلي. الاتحاد الدولي لكرة القدم حط قواعد وقوانين لبطولة كأس العالم للأندية. أهم هذه القواعد طبعا إن ما ينفعش من اكتر من فريق واحد من نفس القاره. يعني ما ينفعش مثلا الاهلي والترجي التونسي مثلا ما ينفعش يلعبوا في مجموعه واحده في كاس العالم للانديه، باستثناء قاره واحده بس، اللي هي قاره اوروبا. اللي هيلعب منها ريال مدريد وبايرن ميونخ و اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ومانشستر سيتي الانجليزي. ده هتبقى مدعكه، والله العظيم لا تبقى مدعكه. النادي الاهلي في التصنيف الثالث، الاهلي والهلال السعودي ولوسان الكوري وليون المكسيكي، مش ليون الفرنسي، لا ليون المكسيكي، وبوكا جونيورز الارجنتيني وتافوجو البرازيلي. ديت مش مجموعه النادي الاهلي، ولكن ده التصنيف يا جماعه، تصنيف النادي الاهلي في كأس العالم للأندية. في التصنيف الأول هياخدوا فريق، بقى المجموعة هتبقى 4 فرق، هياخدوا واحد من التصنيف الأول، واحد من التصنيف الثاني للثالث، وواحد من التصنيف الثالث اللي هو الأهلي، والرابع بقى اللي هو هيبقى موجود التصنيف الرابع. هياخدوا كل مجموعة هتبقى 4 فرق، هتبقى بطولة قوية جدا. من وجهة نظر يا جماعة كانت فرصة تاريخية للنادي الأهلي في كأس العالم الأخيرة إن احنا نصعد للنهائي. كانت فرصة تاريخية للنادي الأهلي، ولكن خسرنا بقى مع الفريق تقريبا كان اسمه فلومينينسي البرازيلي، صح ولا ايه اللي كان بيلعب فيه؟ مارسيلو البرازيلي كان بيلعب في الفريق ده، لاعب ريال مدريد، وخسرنا فيه. عايز بس اطمنكم على احمد ياسر ريان، عمل عمليه نجاح النهارده ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين. وكان عنده كسر في الترقوه، ولكن عمل عمليه، وان شاء الله رب العالمين هيغيب حوالي 2 ل3 شهور لحد ما يتعالج من كسر في الترقوه ده اللي كان جاي لرضا سليم قبل كده، كان جاله كسر في الترقوه. حزن امام عاشور. صديق مقرب من امام عاشور قال لي ان امام عاشور زعلان جدا من اللي حصل، وبيقول لك انا هرد في الملعب. والراجل بيتكلم ازاي نعمل حاجه زي كده، وازاي اعلي صوتي على كابتن فريق النادي الاهلي وعلى الكابتن محمد رمضان، وازاي ازق احمد نبيل كوكا وانا غلطان. والراجل زعلان جدا 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 من اللي حصل منه في غرفه خلع ملابس النادي الاهلي وتغريمه 1,000,000 جنيه. الامور خلصت تماما، وامام عاشور موجود في تدريبات النادي الاهلي، والراجل اعتذر لجمهور النادي الاهلي، واعتذر للجهاز الفني والمدير الكوره الكابتن محمد رمضان. ولكن اسلوب اعتذار امام عاشور ما عجبنيش. اعتذار امام عاشور اللي اشار فيه لنادي الزمالك والكابتن محمد رمضان نبه على جميع اللاعبين، واصدر فرمان بعدم الاحتكاك بجمهور نادي الزمالك او التلميع لجمهور نادي الزمالك. من وجهة نظري ديت غلطة من امام عاشور، ان يقول لك النادي الاهلي احسن من اي حتة تانية. طبعا ديت حاجة مش عايزة كلام، احنا عارفين ان النادي الاهلي افضل من اي مكان تاني، ومن افضل من اي حتة تانية. ولكن احنا ما كانش يجب ابدا يا امام ان انت تشير لنادي الزمالك والكيان نادي الزمالك الكبير. خليك في نفسك، خليك في مشكلتك، خليك في فريقك. اعمل لايك وصلى على النبي، اللي بيحب حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يعمل لايك. الكابتن او الكابتن حسام غالي هيرأس بعثة النادي الاهلي ان شاء الله رب العالمين بكرة، هيكون هو على رأس بعثة النادي الاهلي. طيب عايز اتكلم عن منصب مدير الكوره في النادي الاهلي. الناس كلها بتتكهن، الناس كلها بتجتهد، اسماء مرشحه ان هي تكون في منصب مدير الكوره في النادي الاهلي، على راسهم طبعا وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي. اقوى المرشحين هو وليد سليمان، يجي بعده بقى محمد شوقي نجم النادي الاهلي ولاعب النادي الاهلي محمد شوقي. ولكن محمد شوقي متردد انه يتولى مهمه مدير الكوره في النادي الاهلي. المنصب ده يا جماعه منصب كبير جدا، منصب مهم جدا. يعني انا شايف